انه توضؤوا فان في الوضوء وجاء. يعني ايه وجاء؟ يعني نور وصفاء ونقاء في الوش. لما تقعدي تغسلي وشك 5 مرات والله كل حاجه هتبقى يعني المخلفات والبكتيريا اي حاجه على البشره بتوع فما بالك بقى نور الوضوء هيبقى في وجهك. يعني دي نصيحتنا في اخر الحوار. خلينا نخرج لفقره مهمه قوي. الظاهر كلنا مش احنا، لكن دينا هي اللي مش انا النهارده. خلينا نشوف عملت ايه. اهلا بيكي. اعرفك نفسي انا دي مسلمه وكان نفسي قوي اشتغل عند حضرتك مساعد صيدلي. نفسي ابدا. طيب بصي يا دينا، احنا يعني ممكن نجرب ونشوف انتي بتعرفي. لا انتي لذيذه قوي قوي، بس احنا في الشغل اوكي، بس لازم نجرب في الشغل. هنشوف انتي بتعرفي شاطره جدا بجد. انا حافظه كل الادويه دي. شطاره يعني عندك خبره في المجال ده. والله بس جربي. طيب في الاول هكون معاكي كده ونجرب ونشوف دلوقتي لو حضرتك بجد. طيب اتفضلي يا دينا. اوكي. عليكم السلام. عايزه عايزه ايه؟ بامبرز مقاس 5. سهله دي. عنده قد ايه البيبي؟ عنده قد ايه؟ سنتين. ما شاء الله ده كبير. طيب اجي اساعد حضرتك يا دكتور؟ اتفضلي. اتفضل بقى. ثانية واحدة هيكون عندك. هبقى من الناحية التانية. مقاس 5. ما هو ده. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ والله. نشوف. معلش انت قلتي مقاس 5؟ ايوه. مش تقولي؟ انت لازم تبقي لابسة ماسك عشان كده انا مديهم لك بعد كده. معلش سوري. اتفضلي. ايوه. طب ثانية واحدة اشوف حضرتك. فهي دي ايه بس؟ هي دي قطرة للعين ولا ولا الودان؟ لا للعين. والله؟ دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. انت قلت هي قطرة لايه؟ للعين. هي دي تقريبا 3 مرات في اليوم؟ انا مش عارفة هي موجودة لسه في السوق ولا. خليني برضو اتأكد تاني. طب هتأكد وارجع تاني. اظن كده بقى يا دكتور انا ابهرتك صح؟ بصي يا دينا، احنا يعني لسه هنجرب ونشوف. احنا ليه يا دكتور؟ ما انت جربتيني، انا من حقي بقى ان انا البس البلطو. طيب خلينا نجرب وانا واقفه جنبك علشان ما يحصلش اي اخطاء. بس نجرب بالبلطو. اتفضل البسه؟ اه شكرا يا دكتور. نفسي بس حد يدخل يطلب دواء وانا لابسه البلطو. هتشوفي يا دكتور. ايوه اتفضل. عايز اللي هو السبراي اللي اسمه ريفن. تعلي صوتك. ايه؟ سبراي ريفن مثبت شعر. هو أطفال. مثبت شعر؟ هو ده مش كريم؟ لا مش كريم للجلد؟ سبراي ريفن. والله؟ اسمه ايه؟ ريفن. ولونه ايه؟ لونه ازرق. مش عارف. يعمل ايه للشعر عشان تساقط يعني؟ لا للتثبيت. والله؟ حلو بقى. طب استنى. شوف يا ابو الحاج، هلا عداد بجد. هلا عليه. كريم ازرق اهو. ازرق. انت قلت ازرق. انت اللي قلت. لا سبراي. لا انت قلت كريم ازرق صح ولا لا؟ بيثبت الشعر. مش اي حاجه زرقاء غير ده. انا عايزك تروق كده وتهدى. ما عرفناش معاك. يبقى هو صح؟ مش هو؟ والله متاكد ان هو لونه ازرق؟ طب استنى. طب اشوف لك حاجه زرقاء ثانيه كده. اهو اكبر كريم ازرق في الصيدليه كلها. اهو ده عليه على فكره. ده عليه اوفر كمان في الصيدليه عشان الصيف. مش هو برضو؟ يبقى انا بقول لك انت شكلك مش عارفه بقى. متاكد ان هو بيثبت الشعر بس مش تساقط يعني؟ لا بس. طب اقول لك على حاجه ما تاخد. يلبس سبراي. لا اقول لك على حاجه. طب خد الكريم ده وخد ده ازرق برضو معايا.
عيب عدو في البيت. عليكم السلام. نعم. اجري يا عم اتكل على الله. حضرتك انت عارف انت في صيدليه صح؟ هي عيانه ولا ايه؟ لا. طب الهديه بمناسبه ايه؟ فرح؟ الفتحه اللي بيني وبينك مفكوكه. فرح. طب بتفكر تجيب لها ايه يعني؟ مش عارفه اديلك. طب هي بتنضف كتير في البيت؟ ممكن برضو دهان للظهر، وممكن اديلك شويه كمامات. عارف طبعا، انت عارف انا بستخدمهم كتير قوي. وممكن اديلك بقى، انا هفاجئك بقى، هديلك علبه لو في منها كمان هنا، ممكن علبه مناديل. عارف ليه؟ قول لي ليه؟ عشان هي هتنكد عليك طبعا، ما طبيعي انتوا اتجوزتوا خلاص، فهي هتنكد عليك. وطلع كريسبي. وممكن اديلك كمان وايبس. ليه بقى؟ لان هي اموره يعني ما بتحطش ميك اب. خلاص كنت هديك وايبس عشان لو كحله او كده. طب انا هقول لك خد انت 45 جنيه وتبرى مني ابوس ايدك. لا خلاص يبقى هو ده كده حلو قوي. ولو عايز مناديل تاني قول لي عشان هتدعي لي بعد كده. والف الف مبروك. اعزمونا بقى. ها عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور انا عايز حاجه عشان عندي حموضه. عندك حموضه؟ ليه واكل ايه؟ شوف لك حاجه للحموضه. واكل ايه؟ كلت فول؟ تاكل فول ليه؟ انت لما هتاكل فول هتجيلنا كتير. اقول لك انا حاجه، الحموضه دي بقى لها كام ساعه عندك؟ يعني من ساعتين بعد الاكل. طب ما خلاص ما هتخف. ولا انت غاوي ادويه بقى؟ طيب خلاص بص، انا ممكن اديك اللون الابيض بيودي الحموضه. عارف كده؟ ده يا دكتور بس ده مش بتاع خروج. والله؟ انا فاكر ان انا خدته البرد. يا شيخ ما انت هيجيلك برد بعد الحموضه، هينفعك برضه. انا هديك. لا هينفع. انا ممكن معلش دي ثواني. دكتور دايما كده هو ده بتيجي بتاع في الأوقات الحموضه، الصعبة. بتاخده بتاخده دلوقتي، وبعد كده بتبتدي تاخده قبل الاكل، او لو عند اللزوم بتحس بحموضه بتاخده. اوكي معلش دي. طب هو يا دكتور مش هينفعه للبرد؟ ما ممكن يجيله برد. ايزابيل 20 ضغط. ايزابريل. ده شراب؟ لا ده ايزابريل ممكن نلاقيه في السوبر ماركت كمان، يعني ده بتشرب. ده لون العلبه ايه؟ احمر في السن. والله. طيب ثواني كده، ممكن تكون طيب انا اقول لك على حاجه، انت ممكن تلاقيه في السوبر ماركت اللي جنبنا. انت قلت ايزابريل ده بقى. تقريبا ده ممكن اللي على يمنا هنا كده. اصل انت قلت العلبه لونها احمر فازرق. طب لا استنى، افتكرتها احمر فازرق. معلش يا دكتوره لحظه واحده. ماشي ايزابريل بتاع الضغط. ها ماشي. طب اهو انا بس اصلي لسه مرتبين بقى الصيدليه، الالوان داخله في بعض. معلش احنا اسفين يا صلاح. دينا انا بس عايزه اقول لك على ملحوظه. اتفضلي يا دكتور. بصي احنا هنا بنشتغل في صيدليه، فاحنا اللي دايما الناس اللي داخله لك يعني اغلب الناس مرضى، فاحنا نو واي بنصرف حاجه غلط او حاجه مش متاكدين منها. حاجه غلط؟ يعني بصي يا دينا، واضح ان انت ما اشتغلتيش الشغلانه دي خالص قبل كده، واحنا فانت يعني صعب جدا تقفي في صيدليه، لانه في مسؤوليه للمريض ده حقه علينا، فواضح ان دي مش شغلانتك خالص. هو الصراحه يا دكتور اقول لحضرتك على حاجه، هو الصراحه انا اول مره، انا عمري ما اشتغلت في صيدليه، لان ده